هنعمل مكرونة بشاميل في قوالب الشوربة عشان كل يكون عنده صينية بشاميل صغيرة ليه لوحده على سفرة الفطار. أهم مكون السمنة البلدي، ولبنيت عاملة سمنة بلدي طبيعي ريحتها فظيعة. هنسيح معلقة كبيرة على النار ونحمر بصلة متقطعة عليها معلقة كبيرة توم مفروم، وهنزود نص كيلو لحمة مفرومة. وأول ما الروايح الجميلة تطلع هنحط ملح وفلفل وزعتر وقرفة، عليهم معلقتين صغيرين من معجون الطماطم ونص كوباية شوربة أو مرقة. نبتدي في البشاميل، هنكسر بيضة عليها 2 زبادي لبنيتة طبيعية فريش وصلاحيتها زي ما هي لمدة 14 يوم. الخطوة اللي بعد كده 3 معالق سمنة على 3 معالق دقيق، هنحمرهم سوا ونزود كيسين حليب لبنيتة طبيعي من غير أي لبن بودرة، وهنزود كوباية شوربة ورشة ملح وفلفل وخلطة الزبادي اللي عملناها ونقلبها لحد ما تتقل. هنحط 3/4 كمية على كيس مكرونة مسلوق ونقلبهم في بعض، وهنبتدي نقسم كل حاجة على قوالب الشوربة. هبتدي بطبقة مكرونة مخلوطة بالبشاميل وعليها طبقة لحمة وكمان طبقة مكرونة، وفوق كل ده معلقتين من صوص البشاميل، وبعدين هدخلها الفرن لحد ما الوش يحمر. نرشهم بشوية بقدونس وبس كده، بألف هنا وعافية، وكل سنة وانتوا طيبين.